أهلا بيكم في سلسلة حلقات التغذية العلاجية والسمنة. النهاردة هنتكلم على السمنة المركزية. والسمنة المركزية مرض بيصيب أصحاب الأوزان العالية والناس اللي أوزانهم عادية. يعني ممكن الواحد يبقى وزنه 60 كيلو وعنده سمنة مركزية. سمنة مركزية يعني إيه؟ يعني الدهون ما بقتش في مكانها الطبيعي تحت الجلد، ولكنها دخلت على الأحشاء، دخلت على الكبد والمبيضين والجهاز الهضمي، ابتدت تكسلهم. ممكن حركة الأمعاء بتقل، يبقى عندي إمساك. ممكن دهون على الكبد تكسل الكبد وتقلل نسب الحرق. ممكن تكون على المبيضين تعمل تغيرات في الهرمونات. علشان نشخص السمنة المركزية بنعمل ألترا ساوند على البطن، وده بيبين نسبة الدهون الموجودة على الأحشاء المختلفة. وممكن كمان في العيادة في مقياس بسيط نقيس محيط الوسط، إذا كان أكتر من 88 سنتي في الإناث أو أكتر من 102 سنتي في الرجال يبقى عنده سمنة مركزية. السمنة المركزية عيبها إن الدهون الموجودة على محيط الوسط دي بتضغط كمان على الحجاب الحاجز، بتقلل كفاءة الرئة إنها تاخد كمية الأكسجين المطلوبة، وبتعرضني لأكتر من 70 مرض مزمن، منها السكر وأمراض القلب، وحتى كمان دلوقتي بيقولوا بتعرضنا للألزهايمر المبكر وبعض أنواع السرطانات وخاصة سرطان الثدي. السمنة المركزية الدهون الموجودة على محيط الوسط أو على الأحشاء دي دهون نشطة، بتفرز هرمونات وإنزيمات بتأثر على هرمون الإنسولين وبتخليه هرمون غير فعال، وبتخلي الجسم يقدر يقاومه. عشان كده في حاجة اسمها مقاومة الجسم للإنسولين، ودي بنقدر نعالجها. نصيحتي لكم أي حد محيط وسطه أعلى من النسب اللي قلناها قبل كده يعرف إن هو عنده بداية سمنة مركزية، ولازم يتابع مع طبيب سمنة عشان يقي نفسه من أمراض كتيرة. شكراً.